الو. هاي يا معتز، ازيك؟ انت فين؟ انا وصلت عند المكتب اهو، انت فين؟ طب انت يلا مستنيه ايه؟ معتز، شكلي مش هقدر اقابلك النهارده. اصل انا عندي ميعاد شغل كنت ناسياه خالص، وكلموني اكدوا عليا الميعاد من شويه. بص انا هقفل دلوقتي، هكلمك تاني. يلا باي. خلاص مروحة؟ انا خلصت شغل. الحقيقة جاي اعتذرلك يعني عن انا ما عرفتش ارد على كل المكالمات التليفونية الفترة اللي فاتت. انت طلقت ليه يا حسن؟ انا جوازي من فايزة انتهى من زمان. الخطوة دي كان لازم اخدها من 15 سنة. فكرتش في سمر وندى؟ فكرت فيهم طبعا، ولقيت ان ده انسب حل. انا كده مرتاح يا فاطمة. ايه يا ماما؟ ايه يا حبيبتي مالك؟ عايشة ماتت يا فاطمة. يا خبر ابيض! عايشة ماتت يا فاطمة. طب يا مامي انا جايه حالا على طول. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين اللي حاسس بيا انها ماتت زعلانة مني، بس احنا اتخانقنا ما كنتش بكلمها. يا ريتني كنت رديت عليها، كنت سمعت حسها قبل ما تموت. يا ماما يا حبيبتي، عيشه ما كانتش تعرف تزعل من حد ابدا، مش معقوله هتزعل منك. تصدقي انهم خبوا عليا وما قالوليش انها ماتت؟ كان نفسي اروح اتدفن معاهم. وحيدي الله يا حبيبتي، وحيدي الله، ده عمرها. لا اله الا الله، لا اله. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. يا رأفت بيه، انت طلباتك اوامر. اسبوع واحد وهتلاقي الحسابات كلها متظبطه. طب ليه؟ حتى كمال ماسك شغلنا من اول ما اتفقنا، الراجل ما عملش اي حاجه. لا طبعا، مدام لبنى مش عايزاه يمشي وفورا. لا، اللي تؤمر بيه اللي تؤمر بيه يا باشا. مع الف سلامه. ايوه، ابعتيلي الاستاذ كمال فورا. على فكره استاذ نصيف مبسوط قوي منك انت وصاحبك، بيقول بتشتغلوا 100. يبقى بقى نستاهل زياده في المرتب. انا هديك زياده في المرتب بس مش هتندى، عشان شغلانه تانية خالص. حلو ده. ادخل. تحت امرك يا عادل بيه. ابو كمال والنبي عايزك تسلم الاوراق والحسابات الخاصه بشركه رأفت معانا، وكمان شركه مدام لبنى كلهم لمعتز. ليه؟ هو في حاجه حصلت مني؟ لا مش اي حاجه، بس دايما مدام لبنى تشتكي منك، يعني ان انت بتعمل معاها بطريقه بايخه وكده، وانا بيني وبينك عايز اريح الزبون. طب عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. يلا. الشغل التاني اللي من ورا لبنى، معتز برضه هو اللي هيمسكه؟ لا طبعا،
انت اللي هتمسك الشغلانه دي، مش عايز معتز يعرف عنه اي حاجه. حاضر واضح؟ حاضر اتفضل. ايه الحكايه؟ شركات وحسابات، احنا ما اتفقناش على كده. يا واد ركز انت بس في شغلك وانت هتسلك باذن الله في كل حاجه. وايه شركه لبنى دي غير بتاعت رأفت؟ لا دي شركه خاصه بيني وبينها، مقرها البيت اللي انت قاعد فيه. وهي ليه بتعمل شغل من ورا جوزها؟ احنا مالنا؟ ما بتحبوش، عايزه تحوش من وراه. في ايه؟ احنا كمان هنتدخل في شغلها؟ بقول لك ايه، انت هتخليني اندم ان انا قلت لك على الحاجات دي ولا ايه؟ تندم لا يمكن، انا بس بطمن عشان ما اعكش. لا مش هدعوك، انا عايزك بس تلزق لكمال بقى الايام اللي جايه دي وتفهم منه كل الشغل. طيب انا كده بقى محتاج مكتب كبير ومرتب رهيب بمناسبه الشغلانه الجديده دي. انت هنا طالع طماع لمين؟ هيكون لمين؟ يلا يا ابني ولا طب بذمتك انا طالع لمين؟ ادخل. عطيه خد دولك لامين المخازن، ها؟ حاضر. وتجيب لي الاستماره ممضيه. حاضر يا فندم. شكرا. اهلا اهلا، اتفضلي يا دكتوره، اتفضلي. صباح الخير. اهلا اهلا. ايه النور ده وايه الصباح الحلو ده؟ وحشتيني قوي. كمان وحشني رغي معاكي كمان. اخبارك ايه؟ احكي لي ازيك وازاي صحتك دلوقتي؟ صحتي الجسمانية الحمد لله، صحتي النفسية في الضياع. ليه بس؟ حصل ايه تاني؟ صدقي وليد رجع يقول لي سيبك من الماجستير تاني، هيجنني الولد. طب اهدي بس كده، بلاش عصبيه، وحش عشانك وعشان اللي في بطنك. والنبي بلاش الكلمة اللي بتعصبني زيادة. وانت لازم تقولي له كل حاجه بتعمليها. قصدك ايه؟ روحي كملي التمهيدي من غير ما يعرف. طب ولما اتأخر اقول له ايه؟ قولي له انك انت كنت في دوره تدريبيه اجباريه لمده شهر. انت بتروحي كم مره في الاسبوع؟ 3 أيام. خلاص قولي له انا عندي دوره لمده 3 ايام في الاسبوع، وقولي له ان انا بدرس فيها، وانا لما اروح هبقى اوصلك. ماشي؟ طيب انا كده ما بقاش بكذب عليه؟ انت هتنقطيني يا ست انت. انا ما بقولكيش تكدبي عليه. طب البديل ايه؟ تبقي عصبيه ومحطمه ومنهاره، وبعد شويه هتكرهيه وتقولي ان هو السبب في ضياع مستقبلك، مش كده؟ ادخل. اهلا 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 اهلا. ازيك يا دكتوره؟ المصلحه نورت. منوره بناسها. يا دكتوره العينات بتاعت قضيه الحريق لسه ما خلصتش، يا ريت بقى تكلميهم. انت اللي تكلميهم وتفضلي وراها، لازم يجيبوا لك التقرير. خلاص اروح لهم تاني. الست دي انا ما بطيقهاش. ليه؟ فضولية وحاشرة نفسها في كل حاجة. حرام عليكي، دي غلبانه وظروفها صعبه ولابسه اسود على جوزها من ساعتها. اسود ايه؟ دي عليها ضحكة وماشية، دي بتدلع على كل رجالة المصلحة. زي مين يعني؟ كلهم. ده حتى الدكتور حسن المتجوز الغلبان الامير بتحاول تتقرب منه. متجوز الغلبان الامير؟ اهو طلق. يا خبر ابيض، طلق؟ طلق. الست بتتضايق لما جوزها بينسي دبلته. انا ما نسيتهاش. ليه، في حاجه؟